ده معناه ان انتوا بتراقبونا. والله بجد ده معناه ان انتوا بتراقبونا. فاي حد يا جماعه بيكلم اي حد، بيكلم خطيبته، بيكلم مراته، بيعمل صور شخصيه، كل شويه يقفلوا لي الواتس. بجد في حاجه غلط بتحصل في موضوع الواتس اليومين دول. كل ما اجي افتح عشان خاطر اكلم حد يقول لي بص الرساله اهي، الرساله ظهرت كلها كويس. يعني هل ينفع ان انا افتح كل ما اجي افتح الواتس الاقي الرساله دي اتبعتت لي؟ اصل انا هكون بعت ايه؟ يعني اصل انا مثلا هكون بعت ايه لحد مش اللي هو ممكن يقفل لي اصلا الشات بتاع الواتس؟ مش كده خالص يعني، ما مش كده. اصل انا ولا بتكلم في السياسه، ولا انا مثلا بتكلم في حاجه خارجه، ولا انا ببعت لحد حاجه خارجه، ولا اي حاجه من الحاجات الهبله اللي احنا بنشوفها دي. فانا يتقفل الواتس بتاعي ليه؟ فحاجه غريبه جدا بصراحه، يعني حاجه غريبه جدا. فبجد يا جماعه الناس المسؤوله عن الموضوع الواتس ده، والمراجعين اللي بيقولوا في مراجعين بتوع الواتس، يا ريت تشوفوا لهم حل في الموضوع ده بجد. والله لان ده معناه ان انتوا بتراقبونا. فاي حد يا جماعه بيكلم اي حد، بيكلم خطيبته، بيكلم مراته، في اي صور شخصيه بتبعتها لاي حد، فما تبعتهاش لحد. فلما تشوفه يبقى اديها له بقى. فما ينفعش ولا تبعتها بقى اي مثلا فيسبوك، مثلا تبعتها ماسنجر، تبعتها واتساب، لان تقريبا كده احنا يعني متراقبين. اعتقد كده التليفونات كلها يا جماعه متراقبه، بدليل الرساله اللي انا شايفها قدامي دي. بدليل الرساله اللي انا شايفها قدامي دي، يعني ايه الواتس بتاعي يتقفل؟ يعني ده معناه ان احنا متراقبين. اي حد يبعت اي رساله خاصه بيه، رساله شخصيه، صور شخصيه ليه، ما يبعتهاش لحد.